السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا نحكيو على مباراة المغرب والبرازيل. كانت مباراة قوية، مباراة ممتازة، خصوصا من الفريق المغربي اللي تحس أن هناك بصمة مدرب، تحس أن هناك تغييرات في الفريق، طريقة اللعب. لأن 30 دقيقة الأولى صعب على أي منتخب أنه يلعب ضد البرازيل بالطريقة اللي لعب بها 30 دقيقة الأولى، أنه خنق البرازيل، ما خلاش البرازيل يلعب، ما خلاش البرازيل في وسط الميدان يوصل الكرة إلى المهاجمين نتاعو رافينيا وفينيسيوس، خصوصا عزل الهجوم تقريبا 45 دقيقة الأولى، خصوصا 30 دقيقة الأولى سيطر كليا المنتخب المغربي في وسط الميدان. اللعب السريع 4 5 6 7 تمريرات، الجهة اليسرى والجهة اليمنى. اللعب على لاعب السايبري، لاعب الممتاز، المهاجم الجديد، أن اللاعب هذا كان يلعب على الجهة اليسرى. ولهنا بصمة المدرب، بصمة أولى متاع المدرب، أنه لا نسيري بطبيعة الحال ولا اللاعب الكعبي اللي كان على دكة الاحتياط، بطبيعة الحال لاعبين ممتازين وعطاو كثير للمغرب، لكن تحس أن المدرب وهابي يحب فريق يلعب كرة. وضع اللاعب سايبري مهاجم اللي هو يلعب على الجهة اليسرى، وضعه كمهاجم. شاهدنا اللاعب هذايا تلقى معه حلول، لاعبين وسط الميدان يلقاوه بسهولة، واحسن دليل الهدف اللي سجله، الهدف الممتاز من تمريرة دياز. اللاعب هذايا عنده امكانيات بدنيه قوي، عنده تغطيه على الكره ممتازه، ينتظر لما يستلم الكره رغم انه يلعب ضد من افضل المدافعين في اوروبا. لاعب الارسنال اللي هو قدم موسم كبير البرازيلي، وماركينيوس لاعب خبره وفاز بدوري الابطال، رغم هذا تعبهم اللاعب السايبر. وهذا من انجازات المدرب الواحد، لانه يحب لاعب يلعب كره، يحب لاعب انه يستفاد منه زملائه، عندهم امكانيه باش يكون محطه كبيره. وهذا اللي شاهدناه مع أناحي ومع ايوب بطبيعه الحال، ومع اللاعب العناوي. يعني اللاعبين هذوما ثلاثه استعملوا كثير المهاجم هذا، خصوصا في التحضير بطبيعه الحال، مع دياز وحكيمي للجهه اليمنى قويه وقويه جدا، خصوصا في الشوط الاول. ولهنا بالنسبه لي انا قوه المدرب، لهنا تظهر قوه المدرب مع حكيمي، انه ما الزمش حكيمي باش يحاصر فينيسيوس. قالوا لما الكرة عندك امشي ما تخافش، فينيسيوس عندنا مين يراقب. وشاهدنا حكيمي تطويل 45 دقيقة الأولى هو يهاجم على الجهة اليمنى، هو اللي دياز وخلقوا مشاكل كبيرة لدفاع البرازيل. ثم إدخال اللاعب أيوب اللي هو لاعب ارتكاز، لكن لاعب ارتكاز عصري، يعرف يلعب كرة فنيا ممتاز في التغطية متاعه، في التمرير، ما يخسرش كرة بسرعة، يلعب تحت ضغط، يراوغ وقت اللي يلزم يراوغ، وقت اللي يلزم يمرر، وقت اللي يلزم يسرع في اللعب، هو اللاعب العداوي. يعني انا شاهدت بوسكيتس جديد، رغم ان بوسكيتس في 18 ما كانش معايا، بوسكيتس اكتشفناه لما نضج ويلعبوا معاه انيستا وتشافي، لكن البارح يعني مولد لاعب كبير، لاعب ارتكاز عصري، اللي كل المدربين يحبطوا انه يكونوا عندهم لاعب ارتكاز معناتها يلعب بالطريقه هذه في خراج الكره، حتى في افتكاك الكره. شاهدنا يضغط، شاهدنا معناتها وسط الميدان البرازيل ما كانش موجود البارح، رغم انها اسماء كبيره فيه، باكيتا وكازيميرو ورافينا يرجع. ورغم هذا ان سيطره كليه للمنتخب المغربي في وسط الميدان مع اللاعب الممتاز العناوي. يعني اليوم المنتخب المغربي اصبح عنده لاعب وسط ميدان قوي واللي يفكر في الهجوم، وهذا راجع للمدرب وهابي أن يفكر أنه فريقه عنده إمكانيات باش يهاجم اللاعبين هذوم، ما يخسروش الكرة بسهولة، لاعبين ممتازين في التمرير، كرات الطويلة، كرات القصيرة، ويشاركوا في الهجم. مع راجراجي كان يلعب أمرابط طبيعي، أنا وقتها في مرحلة تكوين الفريق، يلعب بلاعب ارتكاز قوي بدنيا في افتكاك الكرة، في التغطية، لكن الإضافة متاعه من الناحية الهجومية
ماهيش اضافه كبيره، لهنا تغير مع المدرب الوهبي انه وضع لاعب ارتكاز فنيا ممتاز، اصبح اللاعب عنده وسط ميدان قوي، وهذا باش يخلي المنتخب المغربي باش يمشي بعيد بوسط الميدان هذا، مع عكيبي مع المزراوي ومع 3 مهاجمين ممتازين، سواء دياز اللي قدم شوط اول كبير، مع سايبري ومع اللاعب خنوس لاعب تقريبا شتوتغارت، ولهذا عنده 7 8 لاعبين فنيا عندهم امكانيات كبيره. هذا ما كانش موجود في فريق في كاس العالم 22، لكن مكاسب كبيره حققها المدرب الركراكي، وهذا حاول انه يحافظ على المكاسب ويزيد يحسن مستوى الفريق من الناحيه الهجوميه، وهذا اللي شاهدناه امس. واعتقد ان المنتخب المغربي صحيح انا ما زلنا في البدايه، لكن بدايه واعده بالنسبه للمنتخب المغربي، وهذا بالنسبه لي انا العمل الكبير يقوم به المسؤولين المغاربه. انا ما اكتفاوش انه وصلوا دور نصف النهائي، في منتخبات تمشي لدور نصف النهائي وتعمل مستوى كبير بعد 4 سنين ما عادش تلقاه، ما عادش موجود على الخريطه. لا، اليوم المنتخب المغربي المكاسب هذه زاد حسنها وزاد طورها، والمنتخب هذا اعتقد ان بعد المنتخبات الكل شهدت مباراه البرازيل، المنتخب باش يصبح مخيف خصوصا في المجموعه نتاعو، وعنده امكانيه باش ترجع في المرتبه الاولى. نتمناو النجاح والتوفيق للمنتخبات العربيه الكل، واعتقد ان المنتخب المغربي عنده امكانيه مقارعه الكبار واللي لا يمشي بعيد في كاس العالم هذا، وهذا نتمناه للمنتخبات العربيه الكل. شكرا والى اللقاء. والله تحيه واحترام للمنتخب المغربي، قسما بالله العظيم ما قصروا، قسما بالله العظيم ظهروا بمظهر مشرف وقوي جدا. يا ساتر، ما توقعت المغرب بهذه الطريقة. المنتخب البرازيلي قسما بالله قوي جدا، ولكن المنتخب المغربي أحرج المنتخب البرازيلي ولعب أحسن من البرازيل. ما توقعت المغاربة بهذه الطريقة، ما توقعت المغرب بهذه القوة. لا، تحية واحترام يا رجل لهذا المنتخب، قسما بالله هذا المنتخب خلاص أنا ما عاد بقلل من المنتخب المغربي، لأن هذا المنتخب قوي جدا ولا يقهر. دقيقة، هذا اللاعب أبو عدي أو أبو عدي، أنا ما أعرف شو اسم هذا اللاعب، لكن قسما بالله هذا أفضل لاعب في المباراة. هذا أكل وسط أكل البرازيل كلها. هذا ليش ما يلعب في ليفربول؟ ليش ما يلعب في ريال مدريد؟ ليش ما يلعب في بايرن ميونخ؟ هذا في أي نادي يلعب؟ المنتخب المغربي كسب لاعب عظيم جدا فئة A من الأخير. ماتش اليوم يأكد لك علاش المغرب ناجحة. انت تشوف الناس متعادلين 1-1 مع البرازيل، خارجين مغشين. الناس تقاتلك احنا اليوم كنا نربحوا، التعادل ما يرضيناش. وفوق من هذا الكل العقلية متاع المنتخب، شوف المنتخب كيفاش لعب بالاتاك مع البرازيل، اما ما يعملوش حتى فريق عربي. تونس لعبت مع البرازيل، مصر لعبت مع البرازيل، بيرفورمانس هذه ما فماش. وفوقك من هذا الكل، انت كمنتخب منتخب عربي مشارك في كاس العالم، شكون المنتخب اللي باش يجي يشارك لك لاعب عمره 18 سنه كيما هذا في مباراه كونتر البرازيل؟ شفتوا السيد هذايا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، 18 سنه. شفتوا البرفورمانس اللي قدمها، شفتوا الاداء متاعه اليوم، قداش معناتها مسيطر على روحه في التيران، الكومبوجر عنده في التيران مش نورمال، واقف هادي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعطي في باسات نظيفة، يخرج في كورة نظيفة، نو راش كيما نقولوا، ماهوش قاعد يتسرع. هذه العقلية اللي تنجح الناس، وهذه العقلية اللي توصل لكيبات. مش انت تجيب لاعب عمره 18 سنة وتقول لا مازال صغير خليه يتعلم، هاو 18 سنة يلعب اساسي اليوم. باش تعرف المغاربة علاش ناجحين. نقطة كونتر البرازيل ماشي سهلة، تفرض التعادل على بطل العالم 5 مرات ماشي سهلة، تاني دومينيهم تاني ماشي سهلة. ريتم عالي، مباراة هاربة، مباراة شوط بشوط، وتقدر تقول باللي التعادل عادل. باسكو علاه المغرب اول 30 دقيقة كلات البرازيل ماكلة، دوميناتهم، استحوذت عليهم، ماركت بيت، جابت بزاف فرص ما استغلتهمش، استغلت غير فرصة واحدة. مور 30 دقيقة تمتم فينيسيوس غاليزا، عاودت المغرب هي اللي لعبت. دوزيام ميطو برازيل لعبت، سلكهم بونو في الدوزيام ميطو. خوتي المغرب راه عندها ايكيب تحط البولات دوميني، عندهم الحراره وعندهم الشخصيه، ويعرفوا كيفاش يفرضوا ريتهم على منتخب كبير كيما البرازيل. مالغري البرازيل ماشي برازيل، هذه ماشي برازيل كاع. شوالا المغرب ثاني فريق يحترم لا فيريتي. في كوب دافريك كنا نحصلوا في لقجع، دروك نقولوا هذه كيفاش ماشي بطاقه حمراء. انا ما فهمتش الحكم على ما راحش الفار اصلا على ما عيطش الحكم، كيفاش قدروا اللقطه على ما عطاش حمراء ماناش عارفين. مي هذه بطاقه حمراء
ارشيفو فال كاع الصحف كاع اللاعبين كاع قال لك هذه بطاقه حمراء 100%. مي ما عطاهالاش، كملت البارتيه. مي هذه هي لا فينيتي، بطاقه حمراء. باللي اليوم كاع في البارتيه تاع المغرب هو هذا اي بعودي. هذا من جابو؟ هذا عنده 18 عام هكا يلعب. شفتوا شي دار اليوم في الوسط تاع بريزيل ولا لا؟ اول مباراه دوليه ليه في كاس العالم خطب بريزيل، كلاهم ماكله. الاسترجاع، الاستحواذ، القرارات، اللعب، لي باس، لعب شباب عنده، لعب نظيف، موهبه، فنان بسم الله ما شاء الله عليه. هذا موهبه تاع كوب دي موند، هذا هو الاكتشاف تاعها. وهذا افضل لاعب في المباراه بالنسبه لي في الطرف تاع المغرب ولا في كاع المباراه. هذه هي سماي. اللي جنن وسط البرازيل ايوب بوعدي عمره 18 سنه، ثالث اصغر لاعب في المونديال. اللي يشوف المباراه بيحسب ان هذا عمره 23 24 الين 30 سنه، لكن يا اخوان هذا عمره 18 سنه، متعب جدا. الان المنتخب الفرنسي تعبان وزعلانين كلهم، كيف ان مواليد فرنسا راح عليهم وطار على المنتخب. اللاعب اصلا هذا كان بيروح المنتخب الفرنسي، لكن الاستدعاء الاخير لما ما تم المنتخب الفرنسي قال لا بروح المغرب، وضغطوا عليه المنتخب المغربي وجابوه. هي افضل صفقه جابوها المنتخب المغربي اخر السنوات. مجنون مجنون ما شاء الله تبارك الرحمن بالدنيا. تعب المنتخب البرازيلي، لا جيمارايش ولا باكيتا ولا كازيميرو ولا ايبانيز، كلهم ضربهم. هذه غير امكانياته برجله، هذا كله ب 18 سنه ما شاء الله تبارك الرحمن. الله لا يضره. المنتخب المغربي والله يا في مواهب مجنونه، اذا ما راح المنتخب الفرنسي فهو هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعضهم طبعا اكيد يتمنى يروح المنتخب المغربي ما شاء الله، لان المنتخب هذا فيه اسماء مجنونه. لا تشاركوا تكون المباراه باذن الله بالفوز المنتخب المغربي. يا جدعان المباراه دي تيمبو وريتم عالي جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا اول مره اشوف البرازيل لابسين دقيقه 20 اسماعيل السيبري يسجل هدف عالمي تشيب من فوق اليسون. بالنسبه لي الاجمد من الهدف اسيست الهدف نفسه من ابراهيم دياز من وسط ثلاثه، عشان بعدها ب 10 دقائق بالظبط فينيسيوس يقول لهم ايه ده انت هتحتفلوا كده وانا موجود؟ يعني احترموني. ياخد الكره من على الخط ويضم من العمق في البعيده في ياسين بونو ايقوني والله. وبقيه المباراه قعدوا يدبوا في بعض، بس قسما بالله المنتخب المغربي عمل ماتش عالمي والله. المفروض تشكرونا احنا اللي مطلعين عينيهم في الماتش اللي كان قبلكم على طول. اسيبك من النتيجه دي، التاريخ هيكتب ان احنا خلينا انشيلوتي يخلص علبه اللبان اللي معاه، وبعدين مش دي النتيجه الحقيقيه. النتيجه الحقيقيه هي اللي فوق دي، 1-1 زينا زيكم. ده ترتيب المجموعه كده كلنا عارفين ان اللي هيصعد المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، لان هم الاقوى في مجموعتهم. ان شاء الله المنتخب المغربي يحقق انجاز اكبر من اللي حققه في 2022. لم اكون مغربيا فتمنيت ان اصبح مغربيا. انا بقولها وانا بكامل ارادتي. يا ريت كل المنتخبات العربية تلعب زي المغرب لما لعب ضد البرازيل واكتسحوا 90 دقيقة. البرازيل لا حول ولا قوة. المنتخب المغربي شرفنا وشرف اللي جابنا. شوفوا المغرب بيعمل ايه. المنتخب المغربي النهارده اتعادل مع البرازيل لكن قدام العالم كله اكتسح البرازيل اداء، استحواذا، تمريرا، اسيستات، اي شيء. النهارده المنتخب المغربي عمل اداء للتاريخ ووصل للعالمية من اوسع ابوابها. شوف يا مصر، شوف يا تونس، شوف يا جزائر، اتعلموا الاداء. انتوا هتلعبوا اي لقاء في كاس العالم عمركم ما هتستحوذوا على ربع الماتش. ما بالك انا المغرب بيلعب البرازيل واستحوذ 90 دقيقة. شكرا للاعبي المغرب. في السؤال بس عشان انا متلخبط، هو مين المغرب ومين البرازيل؟ حرفيا المنتخب المغربي ماسك المنتخب البرازيلي الشوط الاول ومنفض بيه الملعب. اداء عظيم من المنتخب المغربي بيلقن فيه درس كوره للمنتخب البرازيلي في اغلب فترات الشوط الاول. منتخب المغرب بدا المباراه لا عنده رهبه من المنتخب البرازيلي، افضل من المنتخب البرازيلي في كل ارجاء الملعب، ضيع من اكتر فرصه هدف محقق لحد ما جه اسماعيل السيبري وسجل هدف تاريخي
المنتخب المغربي في مرمى المنتخب البرازيلي. الهدف اللي كان لازم يتسجل عشان يتاكد فيه تفوق واضح للمنتخب المغربي على منتخب السيليساو اللي حرفيا ما جوش الماتش. لعيبه البرازيل واقفه في الملعب مستغربه ان في منتخب عربي او منتخب افريقي قادر انه يجاريهم في السرعات، قادر انه يجاريهم في الكوره، قادر يعمل عليهم شوط كبير قوي زي اللي عمله المنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي. انت لك ان تتخيل ان الدقيقه 24 كارلو انشيلوتي بجلاله قدره راح قعد على الدكه من كتر ما هو زهقان من اللي عامله فيه محمد وهبي المدير الفني العظيم للمنتخب المغربي. وبعدين هو ايه ده يا جماعه؟ هو ايه الجوهره المغربيه اللي اسمها بوعدي دي؟ ايه لاعب عنده يعني ايه لاعب عنده 18 سنه بيلعب في خط وسط المنتخب المغربي عامل الاداء اللي هو عامله ده على لعيبه زي برونو جاماريش وكازيميرو ولوكاس باكيت؟ ولما بسال بقى هو ده جاي منين، لقيته 18 سنه واساسي مع فرقته. ولك ان تتخيل 18 سنه وبيلعب في فرقه ليل الفرنسي، اساسي مع ليل في كل ماتشات الموسم. لعيب اقسم بالله هو جوهره مغربيه. ولكن اللي حصل بقى بعد التفوق المغربي ان طبيعي جدا لعيبه البرازيل هتغل لهويتها، هتغل لاسمهم كمنتخب. فينيسيوس جونيور في كوره ميته حرفيا في اقل من خرم ابره بيسجل هدف عالمي للمنتخب البرازيلي. تقريبا دي اللقطه المضيئه الوحيده لمنتخب البرازيل على مدار الشوط الاول. ولكن في المجمل اداء عظيم للمنتخب المغربي. صدقني يا ابني والله العظيم ثلاثه، لو انت عربي وقاعد بتتفرج على الماتش ومش فخور وفرحان للي بيقدمه المنتخب المغربي امام منتخب باسمه وبحجم المنتخب البرازيلي وبالنجوم اللي موجوده في الملعب عند منتخب البرازيلي، يبقى انت بني ادم مش سوي عقليا وحرفيا محتاج تتعالج. الاخوان كيف مشوا الجماهير العربيه كاملين يعجبوا بالاداء ديال المغرب، وكانوا كاملين تيقولوا باللي المغرب كان خصو يربح في هذا الماتش هذا. نتوما الاخوان خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش لايك كومونتير اشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم. مستوعبين كمية السخرية والانتقادات اللي وصلتني بعد ما توقعت انه المغرب راح تتصدر مجموعتها على البرازيل؟ الان تأكدنا بانه المغرب فعلا هي الاقوى في مجموعتها. مبدئيا هذه المباراة وضحت لنا بانه المغرب تمتلك لامين يامال جديد ولكن بخط الوسط، نجم هذه القمة الكبيرة. البرازيل والمغرب كان لاعب مواليد 2007. بالحديث عن لامين يامال انا متأكد انه المغربيين نفسهم نسيوه لانه عندهم جيل رائع، ولكن انا مو قادر انساه. يامال لو مثل المنتخب المغربي كنت مباشرة حكيت انه المغرب راح تكون في نهائي كأس العالم. انا احترم الركراكي، مدرب صنع تاريخ مع المغرب، ولكن شكرا لإقالة الركراكي وتعيين الرائع محمد وهبي. بصراحة وهذا أمر جدا واضح، المغرب محمد وهبي أعلى بكثير تكتيكيا وفنيا من المغرب الركراكي. ولكن الركراكي نجح مع المنتخب المغربي في المونديال الماضي بسبب الانضباط الدفاعي والواقعية التكتيكية، فالأداء وجمالية اللعب ممكن ما يوصلوك لبعيد في هذا النوع من البطولات. فمحمد وهبي لازم يهدي ويلعب بواقعية أكثر. بس أسألكم بالله، لو الركراكي كمل مع المغرب هل كنا شفنا موهبة مثل أيوب بوعدي أساسي ضد البرازيل؟ كنا شفنا مباشرة مرابط ما شاء الله حصنوه فعليا، عمره 18 سنة، فاز بمعظم الثنائيات، ذهل للجميع بخط الوسط بكل مكان. وهذا اللي عجبني بمدرب المغرب محمد وهبي. مواهب المغرب من الأفضل بالعالم، عم يعطيهم فرصة وعم يعطي كل ذي حق حقه، ما في مجاملات. بصراحة تفوق على أنشيلوتي. المغرب كانوا أفضل من البرازيل بكل شيء بأرضية الملعب. الهدف الأول أسيست برايم دياز، إنهاء وانطلاقة صيباري ما شاء الله. بس المغرب بفترة من الفترات فقدوا شوية توازن الدفاعي، بالغوا بالهجوم، فشفنا فينيسيوس بمجهود فردي جبار بسجل التعادل وانقذ انشيلوتي. متخيلين بهذه المباراة البرازيليين هم الفرحانين بالتعادل مش المغرب. المغرب قادرين يتأهلوا كمتصدر للمجموعة، باقي اسكتلندا وهايتي ومقدور عليهم. هذا وين بدا عندي كأس العالم؟ أنا اليوم بدا عندي المونديال صاحبي. بصحته اللي توقع النتيجة الصحيحة واحدة بوحدة وربح معنا 300,000 اليوم. 4 من كأس العالم، مالغري هي مباراة تاع كأس العالم، مباراة ممتعة. هذا هو الفوتبول اللي رانا نحوسوا عليه، وحدة بوحدة، ماتش باب كان مبني على مساويات، من ذاك الريتم يطلع من ذاك الريتم يهبط. بصح خوتي المروك انا كي اناليزيت الماتش صرت المروك بريمي ميطون دخلوا يلعبوا بعقليه الاستحواذ، دخلوا يلعبوا كره قدم اوروبيه. البرازيل معروفه بطريقه لعب امريكا الجنوبيه، يعطيك تلعب بلا بال، هما من دوريجين البرازيل ما يستحوذوش، يعطيك لا بال تلعب كي حب هو يبدا يلعب، ينحي لك لابال وحده يروح ينحيها لك من رجلك ويبدا يلعب هو. البرازيليان دايرين هكا، اللاتينو دايرين هكا. خاوتي ماتش
شفنا فيه تسديدات، شفنا فيه مهارات فرديه لو كان شويه بصح شفنا الخطوره تاع رافينيا فاني، رافينيا مخبي من الجهه الامريكا، نهار اللي يبان باش يدير حاجه. فيني تصور على ما ديروش في مدريد. البيت هذا كيما تاع اليوم على ما تماركيش في مدريد بريزيل معليش كل ماركيت زوج معليش. المهم مزيه يا خوتي اللي خلاص الماتش وحده بوحده باش نهضروا كلمه الحق. عندهم فريق صاحبي، عندهم فريق يطبقوا في كرة قدم حديثة ان شاء الله يا ربي. احنا ثاني نديروا ماتش شباب كيما هذا ولا خير منه. انا عندي ثقة في الصغار تاوعي، انا عندي ثقة في حاج موسى ومازا. مالغري هذاك ايوب بوعدي هذاك ما تفاهمناش عليه كاع. هذاك مين خرج هذا ايوب بوعدي واسمو هذاك الوهبي مين جبتو هذا؟ تعليل قال لك بريزيدون تعليل او داير رجل فوق رجل ويسنى في لي زوفر دوكا. الله يبارك 18 سنه دوزيام ماتش تاعو سيرجيو بوسكيتس في الصغير في شعره طويل. سيرجيو بوسكيتس هارب من الحفاف والله العظيم يا خوتي. غير ماتش شباب تمتعت. الشوط الاول شفنا فريق متوازن وشفنا فريق تقدر تبني القضيه تاع سيدي سرحان في الميليو تاعو. البرازيل بريمي ميطون الوسط فارغ، اخطاء كارثيه كانوا يرتكبوا فيهم، ما عرفوش يغتنموا الفرصه المغاربه. لو كان فريق شويه اذكى وفريق شويه اقوى يعرف يستغل هذوك الغلطات اللي كانوا يديروهم وسط ميدان المنتخب البرازيلي، كانوا قادرين يستثمروهم في اهداف. والحمد لله يا ربي ما استثمروهمش. باينه هذه واش حاب نقول لك. المهم داروا ماتش شباب خاوتي كي البرازيل كي انشيلوتي كي وهبي بنزول. وشنو البرازيل شويه ناقصين من الله، غتحسهم باللي ناقصين والله اعلم. المهم خاوتي اللي توقع النتيجه الصحيحه وحده بوحده دوك نفلتريكم وباذن الله غدوه ان شاء الله الصباح نعيط للفائز فيكم ونموت عليكم خاوتي. هذه هي النتيجة كي تكون ما دايرش حساب لأي منتخب وتدخل تلعب شخصية. مروك كلات البرازيل في أغلب فترات المباراة دارت لهم استحواذ 90 دقيقة. الله يعطيهم الصحة لعبوا بالون ما كان لا تكافؤ لا والو. مروك لعبت كانت قادرة حتى تربح. البرازيل مهابيل. أنا برازيل ما شفتهاش اليوم، ما شفتش كاع. البرازيل قاعدة غير الاسم وبتريكو. البرازيل شو مروك دات عليها الاستحواذ في أغلب فترات المباراة وكلاتها بالون. ايوب بوعدي تفكروا مليح هذا الاسم وسط ميدان تاع منتخب المغرب رقم 6. الله يعطيه الصحة عجبني بزاف. انتهت مباراة تاريخية بين المغرب ومنتخب البرازيل. والله العظيم أنا ما ودي أبالغ أقول المنتخب البرازيلي المغربي المفروض يفوز اليوم 3، لكن قدم أداء أسطوري ويؤكد أنه منتخب صار ممكن يترشح للبطولة. بصراحة منتخب ثقيل داخل الملعب لدرجة اليوم نشوفه عادي أنه يتعادل مع البرازيل، المنتخب المرشح للبطولة، المنتخب البرازيلي بالأسماء الكبيرة في المنتخب مع مدرب كبير مثل أنشيلوتي. شكرا للمنتخب المغربي، شكرا على أداء الرجولي اللي داخل الملعب. هذا يدل أن منتخب متطور من كأس العالم الماضية، وبإذن الله تعالى إنه يوصل بعيد ويكرر هذا السيناريو اللي صار ويوصل لنهائي كأس العالم إذا يقدر طبعا، ويقدر عندنا إمكانيات. مبروك للمنتخب المغربي انه ما خسر اليوم، وهذا شيء ايجابي للمباريات الجايه، والمنتخبات الاخرى راح تحسب لك حساب كبير انك منتخب عالمي، منتخب كبير ومرشح للقب. اقولها بكل امانه بدون اي يعني مبالغه. بصراحه اسماء، امكانيات، اداء داخل الملعب. شفنا اليوم المنتخب المغربي قدم كل شيء. مبروك، ويستاهل المنتخب المغربي هذا الاداء، واكيد مبروك التعادل. انا ما ودي اقول هاردك، لا، مبروك قدام منتخب ثقيل قدام المنتخب البرازيلي. انتهت مباراة تاريخية بين المغرب ومنتخب البرازيل. والله العظيم أنا ما ودي أبالغ أقول المنتخب البرازيلي المغربي المفروض يفوز اليوم 3، لكن قدم أداء أسطوري ويؤكد أنه منتخب صار ممكن يترشح للبطولة. بصراحة منتخب ثقيل داخل الملعب لدرجة اليوم نشوفه عادي أنه يتعادل مع البرازيل، المنتخب المرشح للبطولة، المنتخب البرازيلي بالأسماء الكبيرة في المنتخب مع مدرب كبير مثل أنشيلوتي. شكرا للمنتخب المغربي، شكرا على أداء الرجولي اللي داخل الملعب. هذا يدل أن منتخب متطور من كأس العالم الماضية، وبإذن الله تعالى إنه يوصل بعيد ويكرر هذا السيناريو اللي صار ويوصل لنهائي كأس العالم إذا يقدر طبعا، ويقدر عندنا إمكانيات. مبروك للمنتخب المغربي انه ما خسر اليوم، وهذا شيء ايجابي للمباريات الجايه، والمنتخبات الاخرى راح تحسب لك حساب كبير انك منتخب عالمي،
منتخب كبير ومرشح للقب، اقولها بكل امانه بدون اي يعني مبالغه. بصراحه اسماء، امكانيات، اداء داخل الملعب، شفنا اليوم المنتخب المغربي قدم كل شيء. مبروك، ويستاهل المنتخب المغربي هذا الاداء، واكيد مبروك التعادل. انا ما ودي اقول هاردك، لا، مبروك قدام منتخب ثقيل، قدام المنتخب البرازيلي. يا ولاد خالتي، يا ولاد خالتي، طبعا المغرب دلوقتي كانت بتلعب مع البرازيل وتعادلت معاها البرازيل 1-1، لان البرازيل هي اللي تعادلت مع المغرب، لان المغرب اللي جابت الجول الاول. نتفق بقى او نختلف، انا مش جاي حفل النهائي، بس حرفيا المغرب مشروع كورة كامل متكامل. متخيل بيلعب البرازيل بقوتهم وبلعبتهم ولا تحس ان هو اصلا فريق عربي. دول الماتش حرفيا ند بند، بدأوا بالجول وحرفيا ما كانوش خايفين. ده اتمنى من الكابتن حسام حسن بجد، اقسم بالله، ان احنا نلعب كده، مش طول الوقت بندافع بس، لا نهاجم ونعمل كل حاجه حتى لو خسرنا. ده بجد والله العظيم انتوا مش شايفين المغرب النهارده كان بيلعب البرازيل ازاي؟ ده بجد والله العظيم حقيقي، بغض النظر عن اي حاجه، بس منتخب المغرب منتخب يشرف.